السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معانا النهاردة طريقة عمل تمر محشي بالمكسرات ومتغلف بالشوكولاتة. المكونات اللي معانا جبنا تمر وفضينا منه البذر او النواة، ومعانا جوز هند، خلة اسنان، شوكولاتة دارك. معايا اكياس زي دي بقفل بيها الطبق عشان اقدر ارص عليها التمر بعد ما نعمله بالشوكولاتة وجوز الهند. انا هنا جبت القطاعة وعملت سيحت الشوكولاتة على بخار مية. تحت هنا غليت مية وطبق فيه شوكولاتة وسيحتها وحطيت عليه التمر بعد ما حشيته. بقلب كده بالراحة طبعا لان التمر طري، التمر اللي معانا تمر طري. بجيب خلة الاسنان وبحطها في جوز الهند بالراحة خالص، وبحطها واحدة واحدة في جوز الهند زي ما احنا شايفين كده. انا هنا مسرعة الفيديو. هبتدي ان انا هنا اقلب بالراحة خالص، اغلف التمراية كويس بعد ما عملتها بالشوكولاتة. طبعا دي راجعة لكم، ممكن جوز هند، ممكن فول ومكسرينه مفروم. هنا بس معلش كنت بشيل حاجة. هنا زي ما احنا شايفين يعني انك ممكن تعمليها من غير حاجة خالص، تكتفي بالشوكولاتة بس. وهعمل فيديو تاني هوضح فيه ازاي نعمله بالشوكولاتة بس ان شاء الله. هنا اهو واحدة واحدة بالراحة وبقلب. ممكن ما تحشيش مكسرات، ممكن تحشي اي حاجة تانية برضو انت حباها. ممكن بدل شوكولاتة دارك ممكن شوكولاتة بيضة برضو اللي انت حباه. عايزة تحشيه اي صوص احشيه. هنا انا فردت جوز الهند في الطبق وهبدأ احط عليه التمر واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. بالراحة خالص عشان التمر طري. تمام، هنبتدي نرصه. اهم حاجة نحطه في التلاجة بعدها عشان ما يسحش والشوكولاتة تمسك على التمراية. اهو هنا كانت سخنة. تمام زي ما احنا شايفين كده. هرجع اعيد تاني لحد ما اخد كل اللي في الطبق، كل التمر اعمله. هنا غلفناها كويس اهو. زي ما احنا شايفين. طبعا انا مع الوقت كنت بزود الشوكولاتة وبحطها على النار تاني تسيح، وبحط التمر لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. الشوكولاتة الدارك دي النوع اللي تحبيه. هنا بعد ما خلصت ورصيته كله، طبعا ظاهر هنا انا لسه عندي كمية تانية، دي هعملها بشوكولاتة بيضة. هنا برصه. انا مسرعة الفيديو يا جماعة، انا مش عايزاه هنا يسيح على بعضه. دي هنا مثال اهو للتمرية محشية فول من جوه مكسرات اللي تحبوه اهو. هرجع اكمل رص عشان اغلفه واحطه في التلاجة. زي ما احنا شايفين. طبعا في ناس ما بتحبش جوز الهند، فبراحتكم، ممكن شوكولاتة سادة، ممكن فول، ممكن اي حاجة. وهنا هغلفها كويس عشان ما تاخدش اي ريحة من اي اكل في التلاجة.
هنا دي هظبطها. طبعا برغم ان الجو كان برد بس الشوكولاتة كانت بتسيح، لازم تمسك في التلاجة الاول. هقفلها هنا كمان. هو طالما اتحط في التلاجة وخرج بعد كده خلاص مفيش مشكلة. هنا زي ما احنا شايفين دي الشوكولاتة الدارك ودي الشوكولاتة البيضاء. دي كنت انا عاملاها نص ونص، كنت عايزة اعملها نص شوكولاتة سمرا ونص الشوكولاتة بيضاء، وممكن تعمليها نص شوكولاتة بيضاء ونص سادة، نص سادة ونص شوكولاتة دارك زي ما تحبوا. هنا النص التاني كنت عايزة اعمله بيضة. رجعنا هنا نكمل اهو، سيحت الشوكولاتة البيضة. الشوكولاتة البيضة هنا اخف في اللون من الشوكولاتة الدارك. هتحسوا ان هي التمرة مش واخدة لون كفاية من اللون الابيض. نعملها بالراحة، انا مسرعة الفيديو طبعا، ونتأكد ان هي اتغلفت كويس. بالراحة. وهبدأ اعيد نفس الكلام، هاخدها واحدة واحدة، تمراية تمراية، واحطها في جوز هند او فول او اي حاجة انتوا تحبوها تغلفوها بيها، المتاح قدامكم، مش شرط حاجة معينة. انا هنا بغلفها كويس. طبعا التمر من فتحة التمر من فوق الفول باين، فانا كنت بغلفها من جوه. دي كانت بواقي شوكولاتة سمرا، هاخدها واحطها نفس النظام. هشيلها عشان المكان، واحدة واحدة. ومعانا هنا كده الشكل النهائي ليها زي ما هو واضح.